ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده عملت صينيه عجه. تعالوا نشوف بقى الطريقه بتاعتي عملتها ازاي وكل واحد فينا بيعملها ازاي. الصينيه دي والله حقها مهدور يا جماعه، انا عن نفسي ما بعملهاش كتير. انا جبت الاول كده جزرتين صغيرين وبطاطستين، طبعا مش كلنا بنحط جزر وبطاطس، بس انا كمان لو كان عندي كوسه كنت كمان بشرت معاها كوسه. بتفرق جدا، بتخليها بجد ريحه جميله، وغير بيبقى كل الخضار فيها كده بتبقى احلى كده، ما تبقى طماطم وبصل بس. وجربوها بجد هتعجبكم قوي. هنضف كده البطاطس والجزر. معايا بقى هنا طماطمتين او 3 طماطمات حسب الصينيه اللي انا هعمل فيها، وبصلتين وكام فص توم كده وفلفل وشطه. الشطه دي حمرا بس مش حراقه يعني. هقطع كده الطماطم مكعبات صغيره. والله احلى حاجه في الصينيه دي ان فيها كميه خضار، يعني بجد الاطفال يحبوها جدا. والفلفل هنا برضو هقطعه، والثوم بقى والبصل كل حاجه. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم جدا. طبعا ممكن كلنا يعني في منا بيعملها بطرق مختلفة. في ما بيحطش لا بطاطس ولا جزر ولا كوسة. في بيعملها كده ببصل بس وطماطم، بس هي كده هتبقى احلى بكتير. بس لو هنحط كوسة يبقى هي كوساية واحدة، عشان الكوسة برضو بتنزل مية، فمش عايزينها يعني تبقى طرية اوي. انا كان ممكن ان انا اعملهم في الكبة، بس انا قلت بقى ايه اوريكم هنا كله مع بعضه كده. هنا كنت قطعت كل حاجة. نبشر بقى الجزر والبطاطس، مش هنقطعهم، او ممكن في الكبة برضو اللي مش حابب يعني يعملهم بالمبشرة. تنفع في الفطار وتنفع في الغدا وتنفع في العشاء، يعني هو اي تغيير. شايفين الالوان بجد لونها حلو قوي. هنعمل بقى الخلطة بتاعتنا دي، تقريبا كوباية دقيق مج يعني. وحطيت 5 بيضات، العجة بتحب البيض برضو كتير. ده بودر. انا كان عندي كيك شيف هاخد منه معلقتين كده. بهارات بقى بتاعتنا: كمون، فلفل اسمر، حطيت كمان بابريكا، وهحط ملح، كل حاجة كده معلقة. وحطيت كمان نص معلقة شطة صغيرة، لان العجة بتحب تبقى يعني سبايسي، حاجة بسيطة، يعني متبقاش ان هي مش حراقة، لا هي بتديها بجد بتبقى حراقة، بيبقى طعمها احلى. انا هنا هزود شوية لبن، وممكن نستبدل اللبن ده بمية نخفف بس العجينة. بس عندي بقى بقدونس، وممكن كمان عودين شبت، بس انا مكانش عندي صراحة. نقطعهم كده صغير ونحطهم بقى على الخليط ده. هسيب بقى كل ده على جنب، وهجيب طاسة كده فيها شوية زيت. هنزل بقى بالبصل والثوم والفلفل والشطة، اشوحه كده ويبقى متحمر شوية. حطيت برضو هنا شوية بهارات بسيطة، فلفل برضو وشوية كمون كده صغيرين. لسه انا عايزاها تغمق كمان شوية. هي كده بدأت خلاص. صينية بقى بتاعتنا كده الاول ندهنها زيت، وهنزل بقى بكل حاجة في الصينية مع بعضها: الجزر والبطاطس والطماطم والبصل والفلفل والثوم اللي احنا حمرناه كله على بعضه. وفي الاخر بقى هنزل كده بالخليط بتاعي. نساوي بقى الصينية ونقلب كله مع بعضه.
بس هندخلها بقى الفرن. انا بحطها كده في النص ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير، يبقى نار متوسطة. هنا كانت خلاص خرجت اهيت، بجد كانت ريحتها كانت جميلة جدا. سبتها شوية بقى وبعدين قطعتها. شوف بجد لونها حلو قوي، الالوان كلها مع بعضها، الخضار لونها فظيع وكل حاجة فيها مستوية وطعمها جميل. بجد جربوها هتعجبكم قوي والله. ولو عجبكم بقى الفيديو اضغطولي لايك ومتابعة، ولو في اي تعليقات قوليلي في الكومنتات.